طيب دكتور، أذاك واحد في عيشتك بعد سنوات طويلة جاء واستسمح منك، إيه؟ تسمح له ولا؟ لا مطلقا. لا؟ ما أذكر سمحت لأحد بحياتي. أفايا ذا العلم. ليش يا دكتور؟ لحظة مو من هي 3 خيارات، إما إنك ما تسمح، أو إنك الأحسن منها تسمح. أي. في شيء عندي لك يا غازي أزين منها الثانية. إيش هي؟ ويجيني بالعيادة بعض الناس: والله يا دكتور أنا آسف، كنت أكتب فيك بالتويتر بتوجيه من منافس، من كذا من كذا من كذا. وش أقول له؟ الله لا يحللك ولا يبيعك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبك في هذا في جهنم إلا بشرط. إيش؟ وش متوقع الشرط؟ إنك تعتذر لي تكتب. أقول لا، تروح الجمعية خيرية يا وليدي وتقعد فيها 12 شهر أو شهر على حسب قدراته، تشتغل عمل خيري عشان يا وليدي تنظف نفسك للي عقبي. أنا يا وليدي والله ما أدري عن شيء ولا فكرت في شيء. إذن هذه درجة عليا في التعامل مع الأذى، أن تعطي غيرك. ترد علي يا غازي تقول يا أبو علي منين تعلمته؟ بيض الله وجهك. سؤال منطقي؟ سؤال منطقي. سيدي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وسلم. لما جاء من الطائف ورجع، حين الواحد وش يسوي؟ إن يدعو على الآخر أو يتسامح ولا لا؟ قلنا الثالثة إنك ما تسمح وإنك تحاول تغيره. مثلها مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء جبريل قال يا محمد هذا معي من؟ ملك الجبال مره فليطبق عليهم الأخشبين. قال لي لنا حول 3-4 ساعات يا أحبابي قاعدين نتكلم عنه سيد السلام، وش رد؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابه أو من أصلاب أصلابه واحد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كذا مثلي أنا وسعيد وكذا يشوفوا معنا، تبي تزعل من كذا. هذه واحدة. غزوة بدر، قليب بدر من رمي فيه رجال سادة قريش اللي كانوا يعذبونه. وش سوى حبيبنا؟ لا 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 لا، راح وقف مثل العبارة أنا ما أذكرها، ذكرتها قلت لكم يا ليتكم طعتوني بس. تبين أن توتروا هذا نبينا، تبين أن توتروا هذا صديقنا يا رجال. اجعلوا صديقك، فهمتني؟ اجعلوا رفيقك لما مشيت تحس وش أنت وياه. ترى شعور جميل ولا هو بصعب، لذيذ. ما يطلب منك زيادة صلاة أو زيادة ما أدري صيام أنت ولا عطش أو كذا كذا، لا لا لا، ما يطلب هذا أبدا. طيب أمر سهل. طيب يا دكتور، على طار الأذية، مثلا أنا فعلت أي فعل وأعتقد أنه مثلا صحيح، جاني عليه تعليقات سلبية وتعليقات إيجابية، وش الأوجه؟ أني أشوف هذا وأعدل خطاي، ولا أشوف هذا وأعرف أني على صح؟ ما أروعك. أنا رأيي أنا بالنسبة لي إذا كنت مبتدئا وأتأثر وحساس ما أطلع على شيء. إذا ما أنا متأثر وحساس مثل وضعي أنا عمري غيركم، يعني بوقتكم كنت وين ما أقارن فيكم، بسم الله عليكم أحسن مني مليون مرة، فهمتني؟ أنا أقرأ السلبي والإيجابي. أقرأ الإيجابي مش عشان أفرح، لأن الإيجابي أوقات ينبه كل شيء. قد يشكرني على شيء يظنه عندي وما هو بعندي، هو فاهمه بطريقة بشخصيته وعطاني إياه لي أنا، ما أروع. واضحة؟ الشيء السلبي قد يوريني عيب ما انتبهت فيه، فأفضل هذا العيب وخلص منه يا رجال. هذه خلفية. خلاص خلصت أسئلتك. هسلم على الدكتور وأقول له كرمك الله وخلنا نمشي. كرمك الله وسلام عليكم. خلاص كل 6 أشهر. لا إن شاء الله. لا يمكن نقربها زيادة، يمكن خليها بعد 3 شهور. يا عندنا يا عندكم. لا. اي والله. امان الله يكرمك يا دكتور، يطول عمرك. والله انبسطنا واستمتعنا مع الدكتور طارق الحبيب. شكرا يا ابو النصر، شكرا 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 يا اخي، شكرا. السلام عليكم. ابو تبي باقي تصور؟ جننتنا يا ابو تبي. الله يا شيخنا ونشوفك على خير وانت طيب ومتعافي. الله يحييك، الله يكرمكم. شوفكم على خير. سلام.